السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل الباستا فلورا أو طرط المربى أو المبروشة أو أحجار القلعة. أحلى حلويات ممكن تعملوها من الزمن الجميل والطفولة الجميلة. تعالوا أقول لكم معانا إيه. معانا كوباية سكر بودر، كوباية سمن بلدي، 3 كوبايات دقيق منخول وذرة ملح، معلقة بيكنج باودر مليانة صغيرة اللي هي بتاعة الشاي، ومعايا نص معلقة فانيليا، ومعايا بيضتين، بيضة كاملة وصفار بيضة. أنا بحط صفار بيضة ما بحطش بيضتين كاملين. شوفي صفار البيضة هيديكي نتيجة حلوة ازاي، يعني هيديكي عجينة لينة وطرية جدا، وكمان لما بتستوي بتفضل العجينة معاكي طرية، ما بتبقاش زي البسكوت بتقطم، لا بتكون هشة وطرية جدا، قعدت معاكي يوم أو اتنين. طبعا بتكون العجينة تحفة بسبب صفار البيضة، لأن بتديها طراوة حلوة قوي للعجينة. دلوقتي نزلت كوباية السكر وعليها كوباية السمنة البلدي، اضربهم كويس جدا لغاية لما يكون معايا كريمي. ودلوقتي هجيب البيضة الكاملة وصفار البيضة واحط عليها الفانيليا، وهنزل بواحدة واحدة. لما تختفي تماما هبتدي احط التانية كأنك بتعملي بيتيفور بالظبط. طبعا الفانيليا هنا هحطي كيسين، انا بتحكم في الفانيليا البودرة وبعرف احط قد ايه، عشان لو كترتي منها هتمرر معاكي. دلوقتي هجيب الثلاث كوبايات دقيق، حطيت عليهم شويه الملح، وهنزل بمعلقه البيكنج باودر، المعلقه الشاي مليانه بيكنج باودر، وهقلبها كويس جدا. ما كتريش عن كده علشان انا مش عايزه العجينه تنفش معايا، انا عايزه سمك معين. دلوقتي هنزل بالدقيق شويه شويه بعد ما قلبته كويس بالبيكنج باودر والملح، وابتدي الم العجين معايا. هبتدي خلاص احط كل الدقيق وابتدي الم العجين، يعني مش هعجن جامد قوي، لا يا دوبك بطراطيف صوابعك لو بتعملي، او بالسباتيولا تلمي على طول العجينه. ما تكتريش في عجنها عشان ما تبص منك. ولازم العجينه دي ترتاح نص ساعه في التلاجة. انا هبتدي المها بايديا كده لغايه لما كله يمتزج مع بعضه وتبقى عجينه واحده، اعرف امسكها بايدي. زي ما انتم شايفين بعجنها بطراطيف صوابعي، يعني مش عجن عجن، يا دوبك بس الطبق ينضف معايا اوقف عجن في العجينه. زي ما انتم شايفين ابتدت تلم معايا وكله بيتشرب من بعضه وبقت عجينه واحده. دلوقتي هجيب اي كيس، كيس استريتش، وهبتدي الف فيه العجينه دي، وزي ما انتم شايفين كله امتزج مع بعضه. خلاص كفايه عجن فيها. هبتدي اجيب زي ما قلت لك كيس، او افتحيه نصين، او راب ستريتش اللي عندك اعملي بيه. هحط فيه العجينه، ولازم ترتاح زي ما قلت لك في التلاجة نص ساعه. نص ساعه علشان تديني نتيجه حلوه وتكون معايا احسن بكتير. يعني لما تتخبز هتديني نتيجة حلوة جدا. وزي ما قلتلك جربي صفار البيضة هتفرق معاكي كتير. والله قعدت عندي يومين وزي ما هي طرية، ما نشفتش خالص ولا بقت زي البسكوت. قلتلك صفار البيض بيديها طراوة. قعدت نص ساعة في التلاجة، وهبتدي اخد جزء بس صغير منها، ربعها او اقل من ربع، علشان هو اللي هزوق بيه الباستا فلورا. وعلى فكرة أنا دهنة الصينية حاجة بسيطة جدا بالفرشة بالسمنة البلدي علشان تديني نتيجة حلوة برضو. ولما السمنة البلدي بتدخل في العجين بتبقى حلوة قوي. يعني عملت لها طبقة خفيفة خالص، يعني دهنة الصينية مش مخلياها ناشفة وحطيت عليها العجين. لا، دهن الصينية ده هيفرق معاكي، لأن لما بتيجي تقطعيها بتتقطع معاكي بسرعة وبتطلع بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين أنا بعمل للعجينة سمك بسيط كده من على حرف الصينية، علشان لما اجي احط المربى ما تسقطش من الجناب. الحف ده هيساعدها ان هي ما تخرجش بره المربى. دلوقتي نزلت بالشوكة خرمتها، وفي كمان آلة ممكن تخرمي بيها على طول العجين. الاسهل حاجة والقريبة لينا اللي هي الشوكة. خرمتها كلها كويس لان مش عايزاها تعلى معايا، لانها مش كيكة. زي ما قلتلك هو طرد، فلازم يتخرم علشان ما تعلاش معايا وتبقى زي الكيك. انا عايزة سمك معين. زي ما انتوا شايفين نزلت بمربة المشمش، وكمان تنفع معاها مربة الفراولة، بس اللي بتناسبها قوي بصراحة مربة المشمش. نزلت بالمربى ووزعتها كويس جدا. وعايزة اقولك لو انتي مش عايزة تحطي سمنة بلدي، ممكن تحطي نص زيت ونص سمن، ممكن تحطي نص زبدة ونص زيت، ممكن تحطي سمن على زبدة، اللي يعجبك اعمليه. ولكن هي لما بتكون بالسمنة البلدي صافية كده، ولا زيت ولا اي حاجة، بتديكي نتيجة حلوة جدا، لان هي اساسها السمنه البلدي، وطول عمرنا بنعملها بالسمنه البلدي. فهي نتيجتها بالسمنه البلدي احسن بكتير من الزيت مع السمن. واللي عندك اعملي بيه، وكل واحد ومقدرته. المهم انا بقيه العجينه اللي انا كنت شايلاها عملت بيها اشكال
مقلوب على مربعات، انت ممكن تعمليها شرايط مفيش اي مشكلة، ممكن كمان تبشريها، بس انا علشان هنا الزبدة بلدي فمخليها طرية جدا وبتلزق شوية في الايد، ولكن هتديني نتيجة حلوة. انت ممكن عايزة العجينة اللي انت سايباها بره ديت عشان تعملي بيها الاشكال، ممكن تحطي عليها معلقة دقيق وتقلبيها كويس علشان تمسك معاكي لو عايزة تبشريها على وش الباستا فلورا، ولكن انا بكتفي بالاشكال او ساعات بعملها شرايط. بالطول انا هبتدي احطها في فرن. طبعا انا كنت مولعه الفرن ودرجه الحراره على 170 180، وبتقعد في الفرن حوالي من 25 دقيقه ل 30 دقيقه. هو ده بالظبط تمامها بالوش بتاعها تحميرها بسوى الصينيه، يعني ما كتريش في سواها في الفرن، يا دوبك احمرت من الجناب. حمري وشها وتولعي الشوايه على طول، يا اما تولعي المروحه فبتسوي دي مع دي وبيخلصوا بسرعه. وزي ما قلت لك ما تطوليش سواها، عايزه اوريكي هي طريه قد ايه، وقعدت فعلا لتاني يوم وفضلت بنفس الطراوه البيتي فور، ما راحتش خالص منها الطراوه ومش ناشفه خالص، وعايزه اوريكي طراوتها حلوه قوي وطعمها احلى. وطبعا دي من الذكريات الجميله، ذكريات الطفوله اللي احنا طول عمرنا بنعملها. وزي ما قلت لك السمنه البلدي بتديها طراوه، فما فيش داعي تعمليها بالزيت لو عايزاها زي الزمن الجميل. وزي ما قلت لك حلوه جدا، جربيها على طريقتي بالبيضه الكامله وصفار البيض هتعجبك قوي. وحاولي وانتي بتفرديها في الصينيه تخليها كلها سمك واحد عشان كلها تاخد سوا واحد، زي ما انتي شايفه سمكها حلو قوي. جربيها بطريقتي، واللي اول مره يشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وتستنوني في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.